صناعة الدواء في مصر؟ صناعة الدواء صناعة عظيمة تخدم الإنسان، ولما نوفر الغذاء والدواء وفرنا له كل حاجة، يبقى صناعة استراتيجية محترمة. احنا عندنا مهمة رئيسية، صناعة خام الدواء وكيماويات المعامل بالإضافة إلى الدواء، مع صناعة محاليل الحقن الوردية ومحاليل الغسيل الكلوي، وكمان مرشحات الغسيل الكلوي ومستلزمات هذه العملية. إذا احنا بصدد مجموعة مصانع داخل هذا الكيان، مش مصنع واحد. الحقيقة احنا عندنا مساحة 120 فدان، 27 مصنع، 3000 عامل. عندنا قلعة افتتحها جمال عبد الناصر وخرشوف 1960، واحنا فخورين بيها جدا. جميل جميل. انت شايف صناعة الدواء في مصر ماشية في الاتجاه اللي انت بتحلم بيه يعني؟ والله الحقيقة احنا محتاجين دايما نواكب العالم، وعشان نواكب العالم ضروري ننقل التكنولوجيا، ونقل التكنولوجيا معناها ان انا اقدر اواكب. واحنا اتفقنا مع الجانب الصيني بعد ما زرنا بعض المصانع اللي بتنتج الخامات الدوائية، وشفنا قد ايه عندهم ان الانتاج الغزير، يعني الباتش الواحد يطلع اطنان كبيرة. ده بيوفر في الطاقة، ويوفر في قيمة الصناعة، ويقدر ينافس، محدش يقدر ينافسه. يعني لو انا بنتج 400 طن من خامة في السنة وهو بينتجها في اسبوع، يبقى هنافسه ازاي؟ طيب انا عايز اوفر هذه الخامات ليا في بلدي واديها للمصانع الاخرى اللي بتنتج الادوية المبنية على هذه الخامات. يبقى لابد ان الجأ الى نقل التكنولوجيا، وده اللي تم بالفعل. ده التوجه نقل تكنولوجيا لخامات مش عندنا نصنعها، نقل تكنولوجيا لخامات احنا بننتجها، ونزود العائد اللي بيطلع من العملية الصناعية. بالإضافة إلى إن احنا يبقى عندنا منطقة نظيفة أو معقمة تديني خام له شهادة اسمه GMP، جودة الإنتاج اللي يصلح كدواء. حضرتك في ثانية حديثك قلت ان بتنتجوا المادة الخام اللي بتصنع منها الأدوية. تمام، احنا بننتج المادة الخام وبننتج دواء. بتنتجوا دواء. الدواء اللي بيذهب للتأمين الصحي المستشفيات اللي بيقال ان هو بيبقى أرخص نسبيا، هل ده بيأثر على الفعالية بتاعت الدواء فعلا، او في حاجات بتنتج أرخص وفعاليتها أقل؟ لا، ده كلام مش علمي. الكلام العلمي بيقول انا بستخدم مادة فعالة تركيزها قد ايه في الدواء بتاعي. المادة الفعالة من مصدر واحد بدستور تحليلي واحد، وهم دستورين للتحليل. يعني يا اما الدستور الانجليزي وبيسموه البريتش فارماكوبيا، او الدستور الامريكي بيسموه US فارماكوبيا. انا بتبع انه دستور في التحليل بتاعي. فلو بتبع الدستور الانجليزي هيطلع منتجي بنفس التركيز زي اللي بيتعمل في بلد الدستور، وهكذا لو اتبعت الاسلوب او الدستور الامريكي. إذن على مسؤولية الدكتور حسين بتطمن كل الناس اللي بتتعامل مع مستشفيات الدولة، على مسؤولية اي عالم محترم بيشتغل بالعلم، لان احنا مش ملناش مصلحة في التجارة. احنا بننتج ادوية لمواطن مصري، والمواطن المصري هو هدفنا. في نصيحة نقدر نقولها للمشاهد اللي هو دايما بيتجه الى الادوية الغربية
والله تمام. هو النصيحة الوحيدة اللي نقدر نقدمها لشعبنا المصري ان هو احنا صناعة الدواء في مصر صناعة قوية جدا وصناعة عريقة، وصناعة الدواء دي يعني مش بيحكمها قوانين ودساتير عالمية للدواء. فاللي بيحكم صناعة الدواء دايما دساتير عالمية. صناعة الدواء في مصر زي صناعة الدواء في أي دولة في العالم بيحكمها في الأول وفي الآخر دستور إنتاج الدواء، وإحنا عندنا دستورين لإنتاج الدواء. الدستور الأولاني ده الدستور البريطاني أو البريتش فارماكوبيا واليو اس فارماكوبيا، وكل شركات الدواء في مصر أو خارج مصر أو في الدول الكبرى ماشية على هذه الدساتير العالمية. فنقدر نقول المادة الخام أو المادة الفعالة لأي دواء هي المادة الفعالة في مصر، هي المادة الفعالة في أمريكا، هي المادة الفعالة في أي حتة. ما بتختلفش من مادة لمادة. لا احنا هي المادة الفعالة بتبقى واحدة، واحنا بس يمكن يعني يكون عندنا يعني شوية عقدة الأجنبي يعني في بعض الأحيان. دكتور صيدلي يقول لا خد ده بديل عن ده، فبيبقى المريض هنا هو قلقان، فهل ده يصح ولا غلط؟ والله حكايه ان هو الموضوع ان هو الصيدلي يدلي بدلو ان هو يفيد المريض ببديل عن بديل دواء عن اخر، هو ده حاجه مش مطلوبه، لان حاجه مش صحيحه. ولكن اللي المفروض يوفر البديل او يكتب الاسم الدواء البديل الدكتور الطبيب المعالج، لانه بيبقى عارف الماده الفعاله اللي في الدواء الفلاني ايه، او في الدواء اكس ايه وفي الدواء واي ايه، وبالتالي هو الوحيد الطبيب المعالج هو اللي يقدر يقول والله لا انا اخد الدواء ده بدل الدواء ده طالما ده مش متوفر. يبقى ننصح كل مريض انه ما ياخدش دواء من صيدلي الا بموافقه الطبيب. الحقيقه ده كلام مظبوط جدا جدا و100%، وبنادي بيه من زمان قوي ان هو دايما المرضى يرجعوا في تغيير الدواء للطبيب المعالج. وكمان بننصح برضو اخواتنا الصيادله ان هم كمان يعني يتوخوا الحذر جدا ان هو يوصف دواء بديل لدواء اخر الا برجوع المريض للدكتور يعني المفروض. ببساطه كده تشرح للساده المشاهدين ايه اللي بيحصل بالظبط على النموذج اللي احنا شايفينه ده. اللي بيحصل انا عندي هنا الماكيت ده مريض فشل كلوي. مريض الفشل الكلوي ببساطه شديده الكليه ليست عندها القدره على استخلاص المواد السامه من الدم، فبيخش الديالايزر بيؤدي وظيفه الكلى. بسحب الدم من المريض عن طريق البلاد لاين، بيخش على الديالايزر في داخل الفايبر، بيبقى حوالين الفايبر محلول الغسيل الكلوي، بيحصل تبادل ايوني ان بتوين البلاد والمحلول. بسحب التوكسيك ماتيريال من البلاد بتروح مع المحلول على الويست، والدم بعد الغسيل بيرجع تاني للمريض. بتستمر السايكل دي متوسط 4 ساعات وبتتكرر 3 مرات كل اسبوع لكل مريض. اللي هي عمليات الغسيل الكلوي. لعمليات الغسيل الكلوي. يعني بتلعبوا دور تقريبا كلى صناعي ينقي بالظبط. المرشح هنا بيقوم بوظيفه الكليه بالظبط اللي في جسم الانسان. هنا احنا في مصنع المحاليل الطبيه بننتج جميع المحاليل الطبيه اللي هي محاليل الحقن الوريدي. ماشي. المحاليل كلها التعويضيه اللي في حاله العمليات وفي حاله التعويضيه والضغط المنخفض، و22 منتج بننتجه هنا كمحاليل طبيه. ديكستروز ملحي اللي هو السكر والملح والسكر الملحي والرينجر اسيتيت والرينجر لاكتات، وكل المحاليل التعويضيه حضرتك بننتجها هنا من الستينات. يعني احنا من الرواد هنا في مجال المحاليل الطبيه. والشركات الثانيه تاخدها منكم ولا وزاره الصحه؟ لا احنا بنتعاقد مع وزاره الصحه ومع المستشفيات ومع المستشفيات الخاصه المرخصه من وزاره الصحه، وبنصدر بره لدول شرق افريقيا، وبنصدر للوطن العربي زي الاردن والعراق والسعوديه واليمن. تمام. مش مقتصرين على الانتاج المحلي فقط يعني.